اللي هحكي لكم النهاردة مش حكاية سمعناها من حد ولا إشاعة انتشرت. دي قصة حقيقية حصلت بالفعل في شارع فيصل بمنطقة الهرم في الجيزة مصر، في شقة بقت مشهورة جدا وسط الأهالي، الكل عارفها لكن محدش بيقرب منها. الشقة دي في الدور الرابع فوق محل أدوات صحية. شكلها من بره عادي جدا، لكن اللي عاش فيها عمره ما خرج زي ما دخل. القصة بدأت سنة 2005 لما شاب اسمه أحمد اتجوز واحدة اسمها مروة، وكانوا بيدوروا على شقة صغيرة يبدأوا فيها حياتهم. شافوا الشقة دي وسعرها كان مغري جدا. صاحب العمارة قال لهم الشقة فاضية من زمان بس محتاجة حد يعمرها. الزوجين ما صدقوا، اشتروا الشقة وبدأوا فرش وتجهيز. أول أسبوع كان هادي لحد ما مروة بدأت تشتكي إنها بتصحى كل يوم الساعة 4 الفجر على كوابيس غريبة. بتقول إنها بتحس إن في واحدة ست قاعدة عند رجل السرير، وشها مش باين لكن شعرها مبلول، وبتبص لها بنظرة وحشة جدا. أحمد كان فاكرها مرعوبة من المكان الجديد، فهداها وقال لها دي تهيؤات. بس اللي حصل بعد كده خلاه هو شخصيا يعيش كابوس ما يتنساش أبدا. في ليلة من ليالي رمضان، أحمد رجع من الشغل الساعة 4 الفجر. دخل ينام في الصالة عشان ما يصحيش مراته، لكن سمع صوت مية شغالة. راح للحمام لقى الحنفية مقفولة، بس الحوض مليان مية لونها غريب جدا، كان دم مخلوط بتراب. بص على المراية لقاها مليانة بخار وفي كلمة مكتوبة اطلع. بدأ يحس ان في حاجة غلط، بس حاول يقنع نفسه ان ده مجرد ضغط شغل. بعد كده بدأ يحلم بكوابيس شبه أحلام مراته، بيت مظلم، حيطان بتنزل دم، وطفل بيعيط ويقول أنا هنا مش لاقيني. مرت الأيام ومروة بدأت تتعب أكتر، لونها بقى شاحب وعينيها فيها خوف على طول. بتقول أنا كل يوم بالليل حد بيخبط على الحيطة ويهمس باسمها. وفي مرة وهي بترفع السجادة تنفض، لقيت ورقة صفرة باهتة مكتوب فيها أنا مش هسيب البيت، اللي يدخل مكاني يتحمل اللي هيشوفه. بعدها ب3 أيام وقعت في الحمام ودماغها اتفتحت. نقلوها على المستشفى وقعدت أسبوع هناك. أحمد اتخنق وقرر يبيع الشقة بأي تمن. باعها لشاب من المنوفية اسمه ياسر، جاب مراته وابنه، وكان بيقول أنا بصلي وراجل مؤمن، العفاريت دي وهم. بعد أسبوعين العمارة كلها صحت على صوت صريخ ست، الولد اختفى. ابن ياسر كان بيلعب دخل أوضة النوم ما خرجش. دوروا عليه في كل مكان وبعد ساعات لقوه ميت جوه الدولاب، وجسمه متلج وعينه مفتوحة ووشه كله رعب. التقرير الشرعي قال مات من الخوف، مفيش أي أثر ضرب أو اختناق. النيابة فتحت تحقيق بس مفيش أي دليل مادي على أي حاجة. الشقة اتقفلت بالشمع الأحمر، لكن بعدها بسنة رجل أعمال اشتراها بسعر رخيص جدا وقال أنا هسكنها وهكسر الخرافة. جاب شيخين يقروا قرآن جوه الشقة. أول 10 دقايق الكهرباء اتقطعت والباب اتقفل. الشيخين بدأوا يصرخوا، واحد منهم قال بصوت عالي البيت ده ساكن فيه كائن مش مجرد جن عادي، مش بيهرب ولا بيتحرق، ده عايش هنا وده مكانه. الشيخ التاني خرج يجري من العمارة وقال أنا مش هدخل تاني، اللي جوه ده مش عفريت، ده كيان. ومن يومها الشقة مقفولة، بس الناس بتقول إنهم لحد النهاردة بيسمعوا صوت خطوات فوق السقف، وصوت ست بتقول لسه هتيجوا. وسكان الدور اللي تحتها بيشتكوا إنهم بيشموا ريحة دخان وبخور، ويسمعوا صوت ضحكة خفيفة كل يوم الساعة 4 الفجر. ولما سألت الجيران هو في حد ساكن فوق، رد البواب وقال الدور الرابع فاضي يا بنتي من سنين. لكن الحقيقة الشقة دي موجودة، بس اللي فيها مش بيسيب حد يمشي سليم.